الكون مليان أسرار. وعلم الفلك بحر مليوش قرار. أهلا بيكم، أنا رشا سامي وأنا أمال أحمد، وبرنامجكم غواص في بحر الفلك. قوليلي يا روشا، بعد ما خلصنا الكلام عن كواكب الأجيال، النهاردة هنتكلم عن إيه؟ هنتكلم عن حاجة مهمة قوي في حياة الأبراج، وخصوصا من الناحية العاطفية وبالأخص عند الستات. شوقتيني أعرف إيه هي يا ترى؟ البرج القمري. أنا كنت فاكرة إن إحنا اتكلمنا عنه قبل كده في بداية حلقتنا من البرنامج، صح؟ دي حقيقة، وعشان الناس تفتكر معانا ايه هو البرج القمري هنسيب اللينك بتاع الحلقة في الديسكريبشن. بس برضو محتاجين تدينا فكرة سريعة عن البرج القمري ده عشان ندخل في الموضوع وإحنا فاهمين. هو بالظبط مكان القمر ساعة ما بنتولد، هو في برج ايه. ومعرفة مكانه مهمة جدا لأن الدورة القمرية سريعة قوي، عشان بيقعد 2.5 يوم في كل برج. معقولة؟ على كده ده سريع جدا. طبعا عشان أطوار القمر اللي كلنا عارفينها هي محاق، هلال، تربيع أول، أحدب، البدر، الأحدب المتناقص، التربيع الأخير، الهلال المتناقص. فلو خدتي بالك إن الدورة بتاعته سريعة وبيتغير شكله بسرعة، عشان كده بيقعد في البرج مدة قليلة قوي. طيب وإيه أهمية البرج القمري للناس وبيأثر إزاي على حياتهم؟ تعرفي إنهم في الهند وبلاد شرق آسيا بيعترفوا بتأثير القمر أكتر من البرج الشمسي، والأبراج الصينية بتاعتهم بيعملوها ببداية السنة القمرية، وبيعتمدوا على حركة القمر في كل حاجة. طب يا ترى هتكلمينا عن البرج القمري لكل الأبراج ولا هتمشيها بالعناصر؟ لا، بالعناصر طبعا، عشان التشابه الكبير اللي بينهم، وعشان كمان ما نطولش على جمهورنا الجميل. ماشي، هنبتدي بأنهي عنصر؟ العنصر الناري طبعا، عشان بداية الدورة الفلكية برج الحمل. يعني النهاردة هنتكلم عن قمر الحمل وقمر الأسد وقمر القوس، مش كده؟ شطورة جدا، ونبدأ بقمر الحمل. وده صفاته ايه قمر الحمل ده؟ اللي برجهم القمري هو الحمل، يعني القمر عندهم وقت ما اتولدوا كان في برج الحمل. دول أشخاص حماسيين جدا، بيتعصبوا قوي زي النار اللي بتولع حريقة، سهل استفزازهم، عواطفهم جياشة، وبيتصرفوا بعدين يفكروا. يعني لسانهم سابق عقلهم. مش بس لسانهم، ده ايديهم ورجليهم وكل حاجة. يا ساتر استر يا رب، على كده بقى اوعى وشك وابعد عنه السعادي. ده حقيقي فعلا، لو عصبته اطلع اجري احسن لك. بالرغم من كده هم أشجع الأشخاص وأطيبهم، ممكن حقيقي يرموا نفسهم في النار علشان يساعدوا حد محتاجهم، وبيحبوا من أول نظرة. بعد الحمل هتكلمينا عن مين بقى؟ عن اللي برجهم القمري الأسد، وكلاكيت تاني مرة، اللي هم الناس اللي بيتولدوا بيكون القمر في الأسد. وعلى فكرة انتي منهم. أنا؟ لا، ده على كده بقى أنا لازم أركز قوي، قولي وشجيني. أول صفة كرامته تاج فوق راسه، ما بيتهاونش فيها أبدا. عايز تحافظ عليه اوعى تهينه أو تقلل من كرامته، لأن لو روحه فيك هيسيبك وما يبصش وراه. صدقي عندك حق جدا، أنا الشخص ده. كملي شكلها قصة كبيرة قوي سعادتك. كمان بيحب يحس بالتقدير، وبيحزن قوي لما اللي حواليه ما يقدروش تعبه. ودي كمان عندك حق فيها. يكرهوا الكآبة والنكد ويموتوا في الفرفشة، منطلقين وبيحبوا الخروج جدا. انت هتقوليلي ده انا فرفوشة قوي وانتي ست العارفين. طبعا يا حبيبتي، وانا حبيتك من شوية. وايه كمان؟ شخصية قيادية بطبعها، مشاعر الأمومة عندهم طاغية، بيخافوا على حبايبهم من الهوى الطاير. للأسف اللي حواليهم مش فاهمين إن الخوف ده حب بزيادة، ودايما يتهموهم بالديكتاتورية وإنهم متسلطين. ندخل بقى على الزغلول الكبير برج القوس، يلا كلمينا عنه شوية.
قبل ما احكي لك عن البرج القمري القوس، عايز اعرفك ان انا برج القمري القوس. ايه ده بجد؟ لا ده انا اجيب مج النسكافيه بتاعي اللي هو الكبير اللي انت عارفاه ده واجي اسمعك بتركيز وتمعن. بصي يا ستي، هو متسامح جدا وما يعرفش الحقد، قلبه ابيض زي اللبن الحليب، بيشوف الجانب الايجابي بس في الاشخاص اللي حواليه. دمه خفيف موت، معطاء وشغوف بالمعرفة، بيقدس حريته ويكره القيود، ويحب برضه يدي لكل واحد من اللي حواليه مساحته. عصبي جدا، بس العصبية دي مجرد بيفرغ فيها طاقة الغضب وبعدها بيصفى بسرعة جدا. اجتماعي قوي، حضوره طاغي، أب وأم غير متسلطين خالص. شخصيته قوية، لكن هو مش بيعترف بقوته دي ولا حاسس بيها. كده احنا خلصنا كلام عن البرج القمري للأبراج النارية، والحلقة الجاية هنتكلم عن البرج القمري للأبراج الترابية. هو على فكرة احنا مش ناسين المفاجأة اللي وعدناكم بيها خالص، بس عشان هي قوية قوي محتاجة تجهيزات كتير. استنونا الحلقة الجاية، هتوحشونا.